ليه لازم يكون عندنا راديو في المطبخ او في البيت عموما؟ الراديو دايما طول ما انتي سامعاه هتسرح دماغك في تفسير حديث، في تفسير آية، في كلمة حلوة هتسمعيها، في موقف حلو، في فتوى كويسة هتسمعيها. هتفضلي طول الوقت تستفيدي، بدل دماغك ما تسرح في فلانة قالت فلانة عادت، دي فلانة ضايقتني بالموقف الفلاني، وتفضلي بتهلكي طاقتك وتهلكي أعصابك في التفكير في حاجات تافهة ملهاش أي لازمة. الراديو هيقوم معاكي بالمهمة دي. تاني حاجة، الراديو ستر، يعني لو انتي في بيت عيلة، لو انتي ليكي الجيران قريبين قوي وصوتك بيوصل، صوتهم بيوصل لك، فستر ليكي ولغيرك. ولا هتسمعي صوت حد ولا حد هيسمع صوتك، فهتبقي مع نفسك. يعني هتبقي كده في روقان مع حالك ومع نفسك ومع ربنا، ذكر الله في ودانك على طول، بتسمعي كلام كويس، بتسمعي برامج كويسة، بتسمعي تفسيرات حلوة. فيا ريت كل حد ما عندوش راديو يا ريت يجيب راديو يحطه في المطبخ او يحطه في البيت عموما. مع السلامة.